فيلمنا بيبدأ مع ميكي وبوبي اللي بيكونوا رايحين يخلصوا صفقة سلاح مع تاجر روسي معرفة ميكي، وبيبقى التاجر طبعا عمل اتفاق مع ميكي، لكنه أول مرة يقابل بوبي فبيقول إنه شاكك فيه، لكن ميكي بيطمنه إنه بوبي صديقه من زمان. وبمجرد ما الصفقة بتتم فجأة بتيجي الشرطة عشان تقبض عليهم متلبسين، فالتاجر بيطلع سلاحه لكن الشرطة بتقتله، وفي اللحظة دي الحرس اللي كانوا مع التاجر بيشكوا في بوبي فبيقتلوه. بعدها الإسعاف بتيجي تاخد جثة التاجر وبوبي، وبنتفاجئ هنا إن التاجر لسه عايش وإنه ضابط سري واسمه فرانك. وهنا فرانك بيلوم زمايله على موت بوبي لأنه كان عايزه يتقبض عليه هو وميكي مش أكتر من كده. بعدها بنشوف مكتب ال FBI وهم بيحتفلوا بفرانك بعد ما نجحت المهمة كالعادة، وبعد ما بيخلصوا فرانك بيودعهم عشان يسافر لعيلته. وفي الوقت ده بنعرف إن هوارد أبو بوبي يبقى واحد من أكبر زعماء العصابات في البلد، ولما بيسمع بخبر موت ابنه الكبير بيخلوهم يطلعوا ميكي من السجن بكفالة، وبيقول لرجالته ينزلوا فيه ضرب عشان هو اللي ورط بوب ابنه معاه. بعدها بنشوف جلاس صديق هوارد ودراعه اليمين بيسأل ميكي عن اسم التاجر اللي عمل معاه الصفقة، فبيعرفوا الاسم المستعار اللي فرانك استخدمه وبيقول له انه مات هو كمان. لكن هنا هوارد بيجي وما بيقتنعش بالكلام ده، وبيقرر يسيب ميكي عايش عشان ابوه زمان كان من اوفى رجالته وضحى بحياته علشانه، وبيقرر يقتل بداله الحارس اللي كان معاهم. بعدها بنروح لفرانك اللي بيوصل لعيلته وبيعرفهم ان دي كانت اخر مهمة ليه وانه هيفضل معاهم على طول بعد كده. وبنرجع تاني لهاورد اللي بيروح يودع ابنه في المشرحة، وبعدها بيقابل جلاس وبيطلب منه في خلال 24 ساعة يجيب له أصل وفصل التاجر الروسي اللي كان سبب في موت ابنه. وفعلا بعدها بوقت قصير جلاس بيعرف ان التاجر ده هو نفسه فرانك، وبيقدر كمان يحدد مكانه هو وعيلته، فهاورد بيقول له يخلص عليه. لكن هنا اوليفيا مرات هاورد بتقوله انها عايزاه يقتل عيلته كلها قدام عينيه وتقهره عليهم زي ما قهرها على ابنها. وبنرجع تاني لفرانك وعيلته وبنشوف ابنه وهو بيديله تيشيرت هدية اشتراه له من مصروفه. وبعدها مراته بتاخد الولد وبيطلعوا يتمشوا على البحر، وابو فرانك بياخده معاه يوريه الاسلحة القديمة اللي صلحها. وفي اللحظة دي رجالة جلاس بيوصلوا على المكان وبيضربوا ام فرانك بالنار، وبيدوروا الضرب في الموجودين، ففرانك وابوه بياخدوا سلاح من اللي قدامهم، وساعتها فرانك بيقدر يصطاد كل واحد فيهم. ولما بيخرج بره في واحد بيقتل ابوه وواحد تاني بيجي من وراه يخنقه، لكن ابو فرانك قبل ما يموت بيخلص عليه. وهنا فرانك بيلاحظ ان الباقي خدوا بالهم من مراته وابنه وبيطلعوا يجروا وراهم بالعربية، فبيجري يلحقهم، لكن هنا الحقير اللي قتل ابوه قبل شوية بيحاول يمنعه. وعلى ما فرانك بيخلص منه بيكون باقي العصابة وصلوا لمراته وابنه وقلبوا العربية اللي كانوا فيها. وهنا الاتنين بيخرجوا منها سلام وبيفضلوا يدوروا على اي حد يساعدهم، بس العصابة بيكونوا وراهم وبيخبطوهم في العربية، فالاتنين بيموتوا في نفس اللحظة اللي فرانك بيوصل فيها. وكده ما بيبقاش فاضل غيره بعد ما شاف كل عيلته بتموت قدامه. عشان كده ابن هاورد التاني هو وجلاس بيضربوه بالنار بعد ما بيعرفوهم مين، وبعدها بيغرقوا رصيف المينا بالبنزين وبيولعوا فيه. وهنا فرانك من قوة الانفجار بيتحدف في البحر فبيفتكروه مات وبيمشوا، لكننا بنتفاجئ انه لسه عايش وما تأثرش من الانفجار. وفي اللحظة دي في شخص اسمه كانديلا بيجي ينقذه. بعدها بنشوف هاورد ومراته وهم عاملين حفلة بمناسبة المجزرة اللي حصلت قبل شوية، وانهم خدوا بطار ابنهم. وفي الحفلة في ناس بتيجي تتكلم مع هاورد في صفقة جديدة، فبيطلب من جلاس يروح يرقص مع مراته على ما يخلص اتفاقه معاهم. وهنا بيبان قد ايه الاتنين قريبين جدا من بعض، وبيبقى المشهد ده دليل على ثقة هاورد اللي ملهاش حدود في صاحبه. وانا هنا عايزك تركز في الحتة دي واللي بعدها عشان هنرجع لهم بعدين. والحتة اللي بعد كده هي اننا بنشوف هاورد وهو بيدي لمراته حلق الماظ هدية. بعدها بنرجع تاني لفرانك اللي بيرجع لبيته مرة تانية بعد ما اتعالج، وبيكون راجع عشان يجمع الأسلحة بتاعة أبوه، وأثناء ما هو ماشي بيلاقي التيشيرت اللي ابنه جابهوله، فبيقسم إنه هينتقم لهم من اللي عملوا كده. بعدها بنشوفه في مكان تاني وهو بيحاول عربيته العربية شبه مصفحة ومجهزة للي ناوي عليه. وفي الوقت ده بنشوف جيرانه في المكان الجديد وهم مستغربين للي بيعمله وفي نفس الوقت معجبين بيه. وفي آخر اليوم بيكون فرانك جاهز كل حاجة لمهمته، وأول حاجة بيعملها هي إنه بيروح يخطف ميكي وبيطلب منه معلومات عن عيلة هاورد، وعشان يرضى يعترف بيوهم إنه بيعذبه، وده عن طريق إنه بيكذب عليه وبيقوله إنه شدة درجة الحرارة اللي هيستخدمها عليه هتخلي أعصابه تموت ويحس بتنميل وسقعة في الأول، وبعدها هيحس بألم رهيب. وبعدها بيستخدم النار على حتة لحمة كده، وفي نفس الوقت بيحط على ظهر ميكي حتة تلج، فأذكى اخواته بتدخل عليه الاشتغالة وبيعرفوا إن كل شغل هاورد مرتبط بشخصين من كوبا، والشخصين دول بيغسل لهم فلوسهم المشبوهة.
بعدها فرانك بيفكه، وهنا ميكي بيفهم اشتغلته فبيحترمه اكتر. ولما هاورد بيعرض عليه انضم له ويساعده، بيوافق فورا لانه اصلا بيكره عائلة هاورد عشان بيعاملوه وحش من ساعة ما ابنهم مات. واول حاجة ميكي بيعرفها لفرانك هي ان مرات هاورد هي السبب في اللي حصل لعيلته، وانها اكتر حد بيحبه هاورد في الحياة. وبعد ما بيدي لفرانك خط سيرها، بيعرفوا كمان ان هاورد ما بيثقش غير في ابنه الصغير وجلاس، اللي بيطلع شاذ ومش معرف حد الموضوع ده حتى هاورد نفسه. وعلى اساس ده فرانك بيحط خطته، واول حاجه بيعملها هي انه بيروح لمديره القديم في الشغل اللي بيتفاجئ انه لسه عايش. وهنا فرانك بيقوله ان عيلته ماتت من 5 شهور، وهم ما حاولوش حتى يحققوا مع اللي عملوا كده، وبيديله كلمتين في عظمه وبيمشي. وبعدها بيروح للمكان اللي هاورد بيجهز فيه فلوس الكوبيين قبل ما يخرجها لهم من البلد، وساعتها بيجبر الموجودين هناك على انهم يرموها من الشباك. فالناس بتتجمع كأنها في حلم وبتفضل تلمها. وهنا رجالة جلاس بيروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، فبيلاقوا فرانك في وشهم وبينفخهم على اللي عملوه مع عيلته. وطبعا دي بتبقى البداية بس. بعدها بنشوف جيران فرانك اللي بيعرفوا من الأخبار قصة رجوعه من الموت، وإنه كان أفضل ضابط سر في الاف بي اي. وفي نفس الوقت الخبر كمان بيوصل لهاورد اللي بيقلق جدا، وبيقول اللي معاه إن اللي عمله فرانك ده مجرد بداية، وإنهم لازم يقلقوا لأن واحد مش فارق مع الموت ولا في حاجة بقى عليها. وهنا الكوبيين بيوصلوا وبيسألوه عن فلوسهم اللي ضاعت، فبيعرفهم إنه هيدفع لهم من معاه. وبنرجع تاني لفرانك، والمرة دي بنشوف واحد مجنون كده عمال يكسر الباب على جارته وبيهددها. ولما بيخرج جوز الخيل دول يساعدوها، واحد بيهرب والتاني بيتلطش. وهنا شبح الأشباح فرانك بيطلع له وبيخلص الحوار بصباع رجله. فاللي كان بيتلطش واللي بنعرف إن اسمه ديف بيشيلها لفرانك جميلة عشان جه أنقذه. ونفس الحوار ده بيحصل مع جارته اللي بتخرج تشكره. بعدها بنشوف فرانك وهو بيفتح عربية مرات هاورد وبيطلع منها الحلق اللي جابه لها جوزها، لكنه بيسيبه مكانه تاني. وبعدها بيحط جهاز بيغير الصوت على التليفون وبيكلم جلاس، وبيقول له انه معاه صور ليه وهو مع شاب وهيفضحوا بيها لو ما جالوش، ومعاه $5000 على فندق كذا. وبيبقى ده نفس الفندق اللي لسه داخلاه مرات هاورد، فجلاس بيروح فعلا. وهنا في حد بيبلغ هاورد انه شاف عربية جلاس عند الفندق، فبيبدأ يشك فيه هو ومراته لكنه ما بيهتمش قوي. بعد كده بنشوف شخص على الطريق بيطارد فرانك، وبنعرف ان الشخص ده قاتل محترف بعته هاورد. وهنا عربية فرانك بتحمل معاه الصح لغاية ما بيقدر يهرب منه، لكنه على الطريق بيصادف بنت معدية فبيضطر يتفاداها، وساعتها العربية بتتقلب وفرانك بيخرج منها متخرشم. وهنا القاتل بيجيله يخلص عليه وبيلاقيه مطلع له مطوة، فالقاتل بيتريق عشان ماسك له مطوة قصاد مسدس، وما بيلحقش يكمل الكلمة وفرانك بيقوم دايس عليها فبتطير وبترشق في زوره بتجيب أجله. بعدها بنشوف ابن هاورد الصغير في مركب فيه فلوس صفقة جديدة للكوبيين، وفجأة بيكتشف إن فرانك حاطط له قنبلة فيها، فبينط في المية بسرعة قبل ما تنفجر. وهنا الخبر بيوصل للكوبيين اللي بيجوا يسمعوا هاورد كلمتين وهو بينهوا شغلهم معاه. فبيتعصب هاورد وبيطلب من جلاس يبعت لفرانك واحد اسمه الروسي، وبيقول له هو ده اللي هيجيب من الآخر. وفعلا بعدها بنشوف الروسي ده وهو عند فرانك في البيت، وبيبقى عبارة عن حيطة ما بيحواش فيها ضرب ولا حتى ضربة سكينة، اللي بيخرجها من جسمه وبيغرسها في كتف فرانك. وهنا فرانك ما بيلاقيش حل غير انه يجري يدخل الحمام ويقفل على نفسه من جوه. فالروسي بيقوم حادف عليه قنبلة صغيرة، لكن فرانك بتتستر معاه وما بيحصلوش حاجة. وهنا الروسي بيدخل يخلع قاعدة الحمام وبيضربه بيها في الحيطة بتتكسر، وبتبقى الحيطة دي لازقة في شقة جاره فرانك. ففرانك بيجري في شقتها لحد ما بيوصل للمطبخ والروسي وراه، وبيبقى خلاص هيخلص على فرانك، لولا ما بتيجي لفرانك النجدة على شكل طاسة الزيت المغلي بتاعت جارته اللي بيرميها على الروسي اللي بيرجع بظهره بسبب الوجع. وهنا فرانك بيستغل الفرصة وبيقوم حاتفه من فوق السلم ومخلص عليه. وبعدها جيران فرانك بياخدوه يعالجوه عشان ما ينفعش يروح المستشفى ويفتحوا معاه سين وجيم. وفي نفس اللحظة دي رجالة هاورد بيوصلوا عشان يشوفوا الروسي عمل ايه، فبيلاقوا ميت في حوش البيت وبيعرفوا ان فرانك لسه ما ماتش، فبيطلعوا يدوروا عليه. وهنا جيرانه بيخبوه بسرعة في اسانسير داخلي قبل ما يطلعوا يشوفوه، وفعلا جلاس واللي معاه ما بيلاقوهوش، ولما بيسألوا جيرانه عليه بيقولوا ما نعرفش. فجلاس الحقير بيمسك ديف وبيفضل يعذب فيه بطريقة بشعة، لكن برضه ديف ما بيرضاش يعترف على فرانك. فجلاس بيقتنع انه مستحيل يكون عارف مكانه، وقبل ما يمشي هو واللي معاه بيسيب واحد يحرس المكان لحد ما فرانك يظهر. وهنا فرانك بيخرج وبيمسك ساطور وبيقوم قاسم دماغ اللي واقف بره ده نصين، وبعدها بيرجع يشوف اللي عملوه في ديف وبيسأله ايه اللي خلاه يعمل كده علشان يحميه. فبيعرفوا ان هما التلاتة ملهمش حد غير بعض،
وإنهم بقوا بيعتبروه واحد منهم. ففرانك بيتأثر وبيقرر ينتقم لديف كمان، وبيجهز نفسه عشان تبقى دي آخر ليلة لهاورد وعيلته. وأول حاجة بيعملها هي إنه بياخد حلق مرات هاورد من عربيتها، وبيقوم متصل بجلاس وبيطلب منه يقابله تاني ويجيب معاه فلوس أكتر. فجلاس بيعمل كده، وفي اللحظة دي فرانك بيتصل بميكي وبيقول له يعمل اللي اتفقوا عليه. فميكي بيروح لهاورد وبيديله مخلفات لمراته، وجلاس كلها حصلت في نفس المكان، فبيشك فيهم أكتر، وبيقوم واخد بعضه ورايح على بيت جلاس. وهناك بيلاقي حلق مراته اللي أخده فرانك على سرير جلاس، فبيتأكد إنهم بيخونوه. ولما جلاس بيجي من بره بيلاقي هاورد في وشه وبيقتله من غير ما يفهم هو عمل ايه. بعدها مرات هاورد بترجع البيت وبتلاقيه بيرمي لها حاجتها من فوق وبيفضل يشتم فيها، وبيقوم واخدها في عربيته ورميها على سكة القطر اللي بيعدي عليها وهي صاحية. بعدها بنشوف فرانك وهو بيجهز أسلحته بره المكان اللي فيه هاورد، وبيبدأ يزرع قنابل تحت العربيات وعلى الباب. وبعدها بيدخل وبيبدأ يخلص على رجالته واحد ورا التاني بالقنابل وبالمسدسات وبكل طريقة. وهنا هاورد بيحاول يهرب، لكنه بيشوف قدامه مجموعة من رجالته بتتفجر بمجرد ما بيلمسوا الباب. وفي نفس الوقت ده بيكون ابنه محشور تحت حيطة وقع عليه. ففرانك بيجي يربط قنبلة في ايده وبيقول له انه لو حركها يمين او شمال هتنفجر فيه. وبعدها بيخرج لهاورد اللي بيكون عمال يجري من المكان قبل ما فرانك يوصل له. وهنا فرانك بيوقفه وبيقول له انه اخد منه كل عيلته. فهاورد بيقول له انه هو كمان قتل ابنه الكبير. وفي اللحظة دي بنسمع صوت انفجار وصرخة ابنه التاني. ففرانك بيقول له قصدك قتلت لك الاتنين، وبيقوم مطلع مسدسه وضربه بالنار. وقبل ما يخلص عليه خالص بيهرب عليه وبيقول له انه خلاه يقتل مراته وصديق عمره وهم ما خانوهوش، وبيقوم راميله فردة الحلق بتاعتها. وبعدها بيسحبه من رجليه وبيربطه في العربية، وبعدها بيسحبها للمكان اللي فيه باقي العربيات وبيقوم مفجر القنابل اللي تحتهم عن بعد. وطبعا هارد بينفجر معاها. وفي النهاية العربيات اللي بتولع بتعمل شكل الجمجمة اللي على تيشيرت فرانك اللي ابنه اشتراهوله. وبكده بيكون فرانك حقق انتقامه من هاورد وعيلته. بعدها بنشوفه وهو راجع البيت وبيمسك صورة مراته وابنه وهو متأثر، وبيقوم مطلع مسدسه عشان يموت نفسه. لكنه في اللحظة دي بيشوف طيف مراته بيجي يمنعه يعمل كده، فبيرجع في قراره ده وبيقرر ياخد حاجته ويمشي. وعلى السلم بيقابل جارته وبيقول لها انه سايب لهم حاجة في مطبخه، وبيعرفها انه لسه في وراه حاجة تانية لازم يعملها، وعشان تعرف هي ايه تقرا كل يوم صفحة الوفيات. بعدها بنشوفها هي وجارهم التاني جايبين ديف من المستشفى، ولما بيدخلوا مطبخ فرانك بيلاقوه سايب لهم فلوس كتير قوي، وبتبقى دي الفلوس اللي اخدها ساعة ما رمى فلوس الكوبيين في الشارع. ولحد هنا بيخلص الفيلم. سلام.